السلام عليكم. النهارده مراجعة مسلسل النص التاني بعد أول 6 حلقات. تصنيف المسلسل كوميدي. المسلسل من إخراج عمرو صلاح وتأليف إياد صلاح، وطاقم العمل بتاع المسلسل علي ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي ومحمد محمود وياسمين عمر. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شاب بيشتغل في بنك وبيسعى إنه يلاقي بنت يحبها. من الإيجابيات صراحةً في المسلسل الفكرة بتاعة المسلسل، واللي ييجي منها مواقف كوميدية كتير جدًا صراحةً، كان ممكن ييجي منها أعلى من كده كمان، والأداء التمثيلي صراحةً كان من كل الممثلين جميل جدًا، والغريب في الموضوع إن أغلبهم أداؤه التمثيلي أعلى من علي ربيع، يعني على مستوى الكوميديا كلهم صراحةً ضحكوني أكتر من علي ربيع، رغم إنه عامل دوره كويس، وريتم الأحداث صراحةً بتاع المسلسل كان كويس جدًا ومش هتحس معاه بملل. المسلسل صراحةً المفروض تصنيفه كوميدي، بس في بعض الحالات حسيت إن المسلسل هادي شوية أو تحسه نوعًا ما درامي بسيط كده، ما فيهوش كوميديا كتيرة، بس أغلب الحلقات كان فيها كوميديا عالية جدًا صراحة، وكمجمل في ال6 حلقات المسلسل جميل جدًا ويستاهل المشاهدة. وبس كده، بعد كده الحلقة ما تنساش المتابعة وسلام.